يقول لهم زيتون ويزكون الزيت يعني الرزق هذا المنتوج لأختهم التي هي أرملة. هل هذا جائز أم لا؟ الزكاة مصارفها عينها الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8. إذا كانت أختكم هذه تزوجت وترملت وبقيت تعيش في بيت زوجها المتوفى عنها رحمه الله مع أهلها يعني مع أولادها، وليس لها مدخول وفيها وصف من الأوصاف 8: فقيرة مسكينة مدينة غارمة، يعني نعم يجوز لكم ولو أبوها يجوز لكم أن تعطوا زكاة منتوجكم إليها ولا حرج في ذلك إذا كانت تسكن قريبة منكم يعني في بلدتكم. أما إذا كانت تسكن في بلدة أخرى وأنتم لكم زكاة كبيرة أو كثيرة فاقتسموا زكاتكم، أعطوا شيئا منها فقراء محلكم أو بلدتكم وانقلوا بعضها إلى أختكم هذه حيث تسكن، خاصة إذا كان من يسكن حولها من الأثرياء لا يتعرفون على حالها ومن ثم لا يزكون لها لا يعطونها من زكواتهم، ومن ثم يجوز أن تبعثوا أو أن تنقلوا إليها شيئا من زكواتكم. نسأل الله تعالى التوفيق.